من الصحابة الأجلاء وعاشر رجل دخل في الإسلام صحابي اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. عبد الله بن عبد الأسد المخزومي عاشر رجل دخل في الإسلام، وكان كريما شجاعا له سابقة في الإسلام وتأييده ودعمه. شارك في غزوة بدر وأبلى فيها بلاء حسنا. من الغزوات كذلك غزوة أحد التي كانت في العام الثالث من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في شهر شوال. أصيب فيها رضي الله عنه وارضاه، أصيب إصابة بالغة، فانفتق هذا الجرح وانتفض عليه في السنة الرابعة، يعني بعد أشهر، لأن شوال من آخر أشهر السنة. انتفض عليه الجرح فتوفاه الله سبحانه وتعالى. زوجته هند بنت أبي أمية المكناه بأم سلمة رضي الله عنها، وزوجها ما هي كنيته التي اشتهر بها؟ أبو سلمة رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. أم سلمة وقعت عليها مصيبة تكاد أعظم مصيبة وقعت على أم سلمة رضي الله عنها، وفاة هذا الزوج شجاع وكريم ومجاهد، وعاش الرجل دخل في دين الله. في صحيح مسلم تقول أم سلمة: لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه جاءني صلى الله عليه وسلم فقال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. أم سلمة تقول: كنت أقول هذا الدعاء فإذا بلغت، إذا وصلت في الدعاء فإذا بلغت واخلف لي خيرا منها، تقول: ومن خير من أبي سلمة؟ هي ما تظن أن هناك أحد في أهل الإسلام أصلا خير من أبي سلمة سيتزوجها. تقول: ومن خير من أبي سلمة أول بيت هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول بيت هاجر رجل وزوجته وأبناءه خدمه، أول بيت هاجر من مكة إلى المدينة نصرة وتأييدا للنبي عليه الصلاة والسلام أبو سلمة، بيت أبو سلمة رضي الله عنه. قال: فقلت ومن خير من أبي سلمة؟ فتزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عقلها لم يسمح لها أن تتصور أنه سيكون النبي عليه الصلاة والسلام خلفا لأبي سلمة، وهو خير من أبي سلمة ومن ملء الأرض من أمثاله رضي الله عنه وأرضاه.